تعالي نعمل أكلة اقتصادية وحلوة وسريعة لحين الطبيخ كل يوم، وأي حاجة بنعملها فضل ونعمة من ربنا بنشكره عليها. صلي على النبي واكتبي في التعليقات الله العلي الكبير. هنعمل كشري البطاطس أو رز أحمر زي ما بتسموه، حلة وفيها شوية زيت ونزلت عليهم بعصير طماطم متصفي، يعني حوالي 4 كوبايات أو على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ومعلقة صغيرة سكر، بصلة كبيرة مفرومة وعليها 4 فصوص توم مفرومين، نص معلقة صغيرة كمون وزيها فلفل اسود. ودي هتبقى المرتة بتاعة الكشري، لان زي ما قلت لكم هي الاكلة دي يعتبر خلطة محشي. طبعا في الوقت ده لو حابة تعملي الخطوة بتاع البصل والثوم بالبهارات اللي هي المرتة دي وتشوحيهم في الزيت وبعد كده تصفي عليهم الطماطم يتسبكوا مع بعض عادي، بس انا حبيت اعملها بالطريقة دي كده. البصلة بتبقى مسكرة في الرز كده وحلوة، فحبيت ان انا اسبك الطماطم الاول، وطبعا مش مسبكاها قوي اللي هي تبقى ناشفة قوي يعني، لا زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقى نزلت بالمرتة عليها، وحباية بطاطس كبيرة مقطعاها مكعبات متوسطة كده، ما عملتهاش صغيرة عشان ما تبقاش مهرية في الرز. بعد كده بقى بعد البطاطس هنزل بقى بالخضار، الخضرة يعني اللي هي الشبت والبقدونس، وهسيبهم مع بعض كده مع بعض عشان البطاطس تبدأ ان هي تطرى شوية. وهنا زودت كده شوية شطة، طبعا الشطة حسب الرغبة. وهغطي عليهم بقى وهسيبهم كده مع بعض حوالي 5 دقايق مش اكتر، لان البطاطس ما بتاخدش سوا كتير واحنا مش عايزينها تبقى مهرية، لا احنا عايزينها تبقى قطع كده زي ما هي في الرز. هنا بقى كده بعد ما غلوا شوية مع بعض هزود عليهم كوبايتين مية، واول ما تبدأ تغلي تاني هنزل عليها بالرز وهظبط الملح بتاعها. كمان لو متبقي معاكي خلطة من المحشي ممكن تشيليها في الفريزر او في التلاجة وتعمليها برضو بنفس الطريقة، هتزودي لها بس مكعبات بطاطس والمية وهتسويها عادي، وهتبقى نفس الأكلة ما تختلفش كتير يعني. الأكلة دي أحلى حاجة فيها إن هي مش عايزة حاجة جنبها، يعني مش زي كشري العدس. كشري العدس عشان تعمليه عاوز جنبه بيض مسلوق، وعايز جنبه بطاطس محمرة، وعايز جنبه بتنجان وسلطة وحاجات كتيرة كده جنبه. الأكلة دي لو انت حابة تعملي حاجة جنبها عادي، مش حابة تعملي جنبها هو طبق المخلل وكان الله بالسر عليه. هنا بقى كده بعد ما كوبايتين المية غلوا حطيت عليهم كمية الرز اللي انا هعملها. والرز ده تسويته تختلف عن الرز العادي، ما بنغطيهوش قوي بالمية، يعني يدوب بيبقى متغطي بس، حتى الرز باين اهو. وما بنعليش النار عليه، بنخلي النار وسط كده لانه بيشيط بسرعة، فلازم نخلي النار هادية شوية عليه. وبعد كده نهدي خالص لغاية ما الرز يتردد كده ويستوي، والبطاطس كمان تستوي. شايفة الرز مفلفل، اهم حاجة ما تقلليش الزيت قوي، لا يعني زودي الزيت شوية علشان الرز يبقى مفلفل. أكلة سريعة وسهلة وحلوة ومن باب التغيير كمان، كله فضل ونعمة من ربنا. هنا بس كده عملت طبق بتنجان جنبها، ولو مش حابة تعملي حاجة جنبها هي الأكلة الوحيدة كده من غير حاجة زي ما قلتلك حلو. ولو شفت الفيديو للآخر يا غوالي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، ومع السلامة.